بون احنا ظهر لي المباراة هذه بدينا نحضروا فيها مباشرة بعد الصفرة النهائية نتاع مباراة الترجي، اللي بعد الفيزيوناج بصراحة بعد ما شفنا مباراة الترجي جانا الناس كل القناعة انه ضيعنا ممكن 2 نقاط اكثر من اللي ربحنا نقطة، لكن كنت تكلمت وقلت انه النقطة باش تكون عندها اهمية كبيرة على المستوى الذهني، واعتقد هذا ترجم اليوم يعني على ارض الميدان. المباراة نتاعنا حطينا ان بلان جو اللي باش نلعبوا على ترانزيسيون حسب عندنا امكانيات تاع لاعبين سريعين. النادي الافريقي اكيد امام جمهوره باش يندفع. عمل لنا مشاكل في بداية المباراة، فما استحقاق نتاع النادي الافريقي في بدايتها، لكن الحمد لله على المستوى الدفاعي ونا تري بيان ريزيستي. ما نجحناش على مستوى التحولات، لكن في اول تحول اعتقد وصلنا للغايه اللي احنا حشنا بها وسجلنا هدف. قلنا بيان جيري معناتها لفان تاع الشوط الاولاني بصعوبه، خاصه بتعدد الكرات الثابته. حكينا مع اللاعبين كان الديسكور ان بيو اغريسيف، خاطر كنا قادرين معناتها عملنا برشا ايفور في افتكاك الكره، ما نجحناش خاصه الكره الاولى بعد ما فكوا كنا نضيعوها. الملاعبيه اعتقد الشوط الثاني كانوا بيان ابليكي ونالتيرني بين الهجمه المنظمه وخاصه التحولات، كنا ممتازين. بالنسبه لي انا اليوم شفت معناتها نادي رادي صفاقسي اللي يلزم يكون عليه الوجه اللي يلزم يكون عليه نادي رادي صفاقسي. شفته اليوم انه على مستوى الهجمه المنظمه والاستحواذ كنا ممتازين، على مستوى التحولات كيف كيف سجلنا هدف ثاني، كنا قادرين نقتل المباراه في اكثر من مناسبه بهدف ثالث. لسوء الحظ جات ضربه الجزاء. زاد نشكر اللاعبين على الفرص دو كاركتير، خاطر سي با ايفيدون في رادس يعني، والنادي الافريقي تقريبا جذب كل الاسلحه نتاعو، كنا بيان ابليكي. وتحول اخر جات ضربه جزاء قتلنا بها المباراه. نحب نشكر مره اخرى للاعبين على لونفي اللي لعبوا بها، على الابليكاسيون، على اللاعبين كسوا اللي لعبوا، وخاصه زاد اللي دخلوا اللي عطاو اضافه وشفناهم هما اللي ساهموا تقريبا في انه خلصنا المباراه معناتها بالهدف الثالث. كيف كيف الملاعبيه اللي ما لعبوش واللي الموجودين خارج القائمه. دونك ان شاء الله بالنسبه لي انا نقول هذه البدايه الحقيقيه، وهذه البدايه نتاع النادي الرياضي الصفاقسي. احنا قلنا الكلام هذا والفريق متذيل الترتيب، ما زلنا حيين، وبحول الله النادي الرياضي الصفاقسي في نهايه الدوري باش ياخذ المرتبه اللي يلزموا ياخذوها، وهذاك الوضع الطبيعي للنادي الرياضي الصفاقسي.